السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أخواتي في قناة كوزينة شهيواتي. كنتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم واحد التحليه اللي رائعه بزاف بزاف سهله واقتصاديه، وهاد التحليه كيعشقها الكبير والصغير. واذا عجبتكم اخواتي هاد الوصفه وحتى الفيديو ما تنسونيش من اللايكات ديالكم وحتى من التعاليق ديالكم محفزه اللي كتشجعني بزاف بزاف. شكرا لكم اخواتي. واذا كنتوا اخواتي جدادين ضميتوا القناه ديالي اشتركوا في القناه. مرحبا الف مرحبا بكم في قناتي المتواضعه. ودابا خليكم مع تكمله الفيديو وفرجه ممتعه. قبل ما نبداو اخواتي بحال ديما ما ننساوش الصلاه على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بسم الله على بركه الله. في المقادير هاد التحليه خديت انا عصير ليمونه وحيده بحال هذه اللي كتشوف معايا، خديتها غسلتها وعصرتها وخديت العصير ديالها. هذه عن حيده غير باش نوري لكم فقط. هنايا خديت هذا الياغورت بنكهه الموز اللي يمكن لكم تعوضوه باي نكهه كتفضلوها او موجوده عندكم. وعندي 2 ملاعق كبيرة ونصف من السكر، والسكر كيبقى على حسب الذوق. هاد الكمية هادي كتجي معقولة جدا في هاد التحلية هادي كتجي هي هاديك. هنايا غناخد 3 كؤوس من الحليب ما يعادل نصف لتر، وزايد واحد شوية، زايد نصف كأس. المهم 600 مليلتر د الحليب. كيف ما يمكن لكم تضيفوا غير نصف لتر في هاد المقادير هادو. واذا كانت اخواتي الاسره ديالكم كبيره كتضوبلوا المقادير. المهم هانتوما عاد تشوفوا شحال غتخرج معايا انا هاد التحليه هذه. هنايا ضفت هادوك المكونات كاملين في هاد الغرف د بارتيدورا. غنخلي الليمون هو اخر حاجه، غير نعملو كنطحن مباشره باش ما كيضيعليش الحليب او كيقطع لي الحليب. صافي هنايا كنطحن هاد الخليط مزيان مزيان اخواتي، على الاقل واحد 50 ثانيه او 40 ثانيه. المهم صافي من بعد ما طحنته هو هذا الخليط اللي عطاني. هذا الخليط اخواتي تقدروا تستعملوه تشربوه غير بهذه الطريقه هذه بحال شي عصير كيجي لذيذ من داك الشيء الرفيع. غير جربوه عصير او جربوه تحليه كيجي غزال بزاف بزاف بهذاك المذاق د الليمون والياغورت. ما نقول لكمش اخواتي هاد التحليه كتجي رائعه. هنا خديت هاد الكؤوس اللي كبيبرين واحد شويه. هنا عطاني 4 الكؤوس مملوئين جيدا، بقات لي واحد شويه تقريبا واحد نصف كاس من هذا الكؤوس هادو او 4 كاس. غنعملو في واحد الكويس صغير. المهم هنايا اخواتي هاد التحليه غنخليها على الاقل 3 ساعات باش كتعطيني واحد التحليه خاطره بحال شي ياغورت. المهم انتم عاد تشوفوا معايا في الفيديو. هنايا عملتهم في هاد البلاطو، غنغطيهم بلاستيك غذائي وغنخليهم غير في المطبخ في واحد المكان، ما ندخلهم من النبيره ما حتى شي حاجه، حيت ما شاء الله الجو دابا الجو بارد. صافي هنا اخواتي تقريبا انا خليتهم شي 4 ساعات. قد ما خليتو هذا الخليط ضروري خصو من 3 ساعات فوق. كيعطينا هاد الطريقه هاد التحليه هذه. المهم بهاد الطريقه هذه من تحت كيجي واحد العصير اللي لذيذ بزاف بزاف من داك الشيء رفيع. من فوق كيعطينا واحد الكتله بحال هيدا، بحال اللي كيكون رايب او بحال شي ياغورت. المهم انا هنايا زينتو بهاد الطريقه هذه، زينتو بقطع الليمون وهذوك الاوراق د البرتقال. التزيين كيبقى على حسب الذوق وعلى حسب التصوير فقط اخواتي، وحتى التزيين كيعطي واحد النضال رائع. وهاد التحليه تقدروا تقدموها حتى لضيافكم، انا متاكده يحمقوا عليها حيت كتجي لذيذه بزاف. ها هي التحليه اخواتي كتجي خاطره بهاد الطريقه هذه. المهم كناكلوا هذا اللي من فوق بهاد الطريقه هذه، والعصير اللي بقى كنشربوه. نتمنى الوصفه تكون عجبتكم. اذا عجبتكم بحال ديما ما تنسوش دعموا القناه باللايك والاشتراك باش يوصل لكم كل جديد. وخليتكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله.